بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى انكم كلكم تكونوا بخير. النهارده فيديو. بصوا يا جماعه، انا بنهار. انا حقيقي بنهار قدام الشغل والحاجات بتاعت شغل الهاند ميد. والله الحاجات دي ليها قيمتها غاليه جدا جدا. للاسف في ناس كتيره مهملاها، وفي بعض الدول، عايزه اقول لكم في دول الحاجات ديت بتبقى غاليه جدا. بالعكس، ده حتى العماله، حتى سيبكم من الشغل الهاند ميد، الحاجات زي كده، ده العمال مثلا زي مثلا الصنايعي، نجار، اي حاجه زي النجار مثلا، او سباك، او الحاجات، الناس دي بتبقى اجرتهم اعلى بكتير من مهندس ودكتور. النهارده تعالوا نشوف الحاجات دي، جميله جميله جميله. يا رب يا رب تعجبكم. انا شفتها قلت مش ممكن، لازم اوريها لكم. ما ينفعش ان انا استمتع بالجمال ده لوحدي. حاجات جميله وسهله جدا انها تتعمل، وسهله جدا على فكره ان هي انك انت مثلا تلاقيها، تلاقي مكوناتها عندك في الايه، في كل بيت. وكمان حتى انك تضيعي بيها وقتك. الحاجات دي كمان وجودها في البيت، شغل الهاند ميد دوت، ايا كان نوعه، اي نوع، ايا كان مجاله شغله، الخامات، الماتيريال بتاعتها، ده بتدي طاقة ايجابية جامدة جدا في البيت. وكمان بتوفر علينا حاجات كتير، ويكفي انها بتبقى ذكرى حلوة. الحاجات دي لما انت بتمسكيها وتحطيها في البيت بتبقى ذكرى حلوة جدا. على ما وكمان غير ان هي ذكرى حلوة، الحاجات دي بتستحمل وبتعيش. شغل الهاند ميد ده صعب جدا ان هو يبوظ. حتى لو انك انت تحافظي عليه هيعيش اكتر واكتر، ده ممكن كمان بتتوارثها الاجيال. حتى يعني ممكن يكون في حاجات انت عاملاها، ممكن حفيدك يعني او حفيدتك، مش هقولك بنتك، لا دي حفيدتك، ان هي ايه، تلاقيها تاخدها وتتوارثها ايه عنك. تمام. تعالوا بقى هنبدأ الفيديو ونقول بسم الله ونشوف الشغل الحلو الجميل اللي معانا. يلا بقى ونشوف اول فكره ايه. نبدا نقول اول فكره معانا. دي فيونكه جميله جدا، تقدري تحطيها على مفرش او اي حاجه من الحاجات ديت. تمام. ديت ايه، خداديه، نقدر على فكره نحشيها، عباره عن مربعات محشيه فايبر، قطن فايبر. ودي برضو على فكره بتدي ايه، حتى لما تيجي نقعد، طبعا كلنا عظمنا وجعنا يا جماعه، مش مستحملين الخشب. وتنفع لكبار السن، هتبقى حنينه عليهم وتبقى كويسه. التوك ديت برضو معموله من قماش، شايفين؟ يعني معمولة من 4 حتت قصاقيس من القماش، ممكن الواحدة من 4 ومن 3. ودي على فكرة صحية جدا للإيه، للشعر. دي فواصل الكتاب. بصوا جميلة جدا ومفيدة، حتى وشيك، حتى هتبقى حتى مميزة يا جماعة، نبقى مميزين. الشنط ديت، والله انا ممكن شفت اجنبيه، بس يعني واحده من الالمانيا، على المانيه على ما اعتقد، شايله شنطه زي دي. شايفين تحفه ازاي، جميله جميله. ديت برضو حلوة. يعني ممكن تعملوها مثلا كهدية، ممكن تحطوا فيها العيدية بتاعت في العيد، او البونبوني. شايفين ديت؟ يا لا نهار ابيض، لا 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 لا. بصوا جميلة ازاي. هي بتبقى عايزة شغل يعني ايه، حرفانة شوية. دي مريالة جميلة، ممكن تتحط على باب المطبخ. وممكن تكون تستفادي بيها، تعملي لها بيها جيوب، تحطي فيها مثلا ولاعة، تحطي فيها حاجة من الحاجات ديت. ديت من جيوب بناطيل الجينز. حتى معموله، شايفه بماسوره ازاي، معموله بماسوره يعني، او حته خشبه ايه قديمه، وتعمليها على ستاره للايه، للمطبخ مثلا. ديت مثلا لاوضه الاطفال. شايفه حلوه وشيك وجميل، والواناتها جميله جدا وزاهيه. هدوم الاطفال جميله، بتبقى حلوه، الواناتها بتبقى حلوه، ممكن احنا نستفاد بيها منها ايه الحاجات دي. شايفين دي برضو جميله قوي، ورق على شكل ورق شجر. بس دي ممكن يكون عايزه حد بيخيط، ودي يا نهار ابيض، انا تصوروا، انا عايزه اتمنى يكون عندي قصاقيس نفس الالوان كمان. يعني هي ممكن مش تتنفس، مش لازم ايه، احنا ملتزمين بالالوان دي، ممكن الوانات تانية. على فكره لو رحتوا عند اي خياط، حتى لو انتوا مبتعرفوش تخيطوا، حتى ممكن تعملوها على ايديكم، ممكن تروحوا لاي خياط او خياطه انها تعملوها. بصوا دي مدخلين حاجتين مع بعض، شغل الكروشيه وشغل الايه، القصاقيس بتاعت الايه، بتاعت القماش. ده لحاف معمول، ما شفتوش لحاف زي ده بذمتكم معمول لما بيتباع؟ ده على فكره ممكن تعملوا منه نسختين، طبقتين، وفي النص تتعمل ايه، تحشي فايبر. دي الصراحه ما عجبتنيش قوي، بس فكرتها حلوه. انا بص بقول لكم ده، بقول لكم ده. او ممكن يكون عشان ما بحبش الالوانات الغامقه. شايفين كلنا الخيوط بتاعتنا بتتكلكع مع بعضيها، وبكره خيط هنا وبكره خيط هنا. بصوا دي حلوه، ممكن كمان تعمل فيها توك. شوف برضو دوت مفرش معمول ايه، يعني من قصاقيس القماش، وحوالين داير شغل الكروشيه. مدخلين شغلتين، حاجتين في ايه، في حاجه واحده. دي بقى برضك عجبتني قوي قوي قوي. بص جميله ازاي، تجنن يا جماعه والله. وعلى فكره القطن الفايبر ما هوش غالي. دي كمان لحد ما برضك حلوة، ممكن تعملي على شكل كبير، تعملي مثلا كمشاية للأوض مثلا، او تتحط في الارض.
شايفين دي كمان جميلة. خلينا مختلفين يا جماعة، اعملوا اي حاجة تخلي ايه شغلكم وبيتكم مختلف. بجد فعلا لما نكون مختلفين انت صعب تلاقي قطعة هتلاقيها تطلع معاكي، حتى لو انت نفس الشخص اللي عملها هتطلع هو نفس الشكل ونفس الروح. بالعكس خلينا مختلفين. هل تعتقد ان لما انت حد يدخل مثلا بيتك، او حتى ليكي انت كطاقة ايجابية ليكي انت، حد هتلاقي القطعة دي موجودة في اي بيت تاني، او حد يخش هيقولك الله ايه الجمال ده، ايه الحلاوة ديت، انت عملتي الحاجات دي منين وعملتيها ازاي؟ يعني شنطة زي اللي ايه ظاهرة قدامنا ديت، بجد حاجات تحفة، حاجات جميلة جدا جدا بجد يا جماعة. بصوا انا بنهار قدام الحاجات الايه الحلوة دي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير يا رب الفيديو اللي جاي.